في بولة واسعة انزلي ببصلاية كبيرة مبشورة، وعليها التوابل، وابدأي افركيهم بقى مع بعض علشان البصلة تنزل المية بتاعتها كلها. انزلي عليهم بمكعب من الزبدة، ومعلقة صغيرة من الزيت، وعليهم الرز، وابدأي قلبي بقى الرز مع البصل مع التوابل، في نفس الوقت افركيهم مع بعض. بس خلاص كده الخلطة بتاعتنا جاهزة. هنجيب الفراخ بتاعتنا ونكون مسفقينها بالشكل ده، فاصلين الجلد عن اللحم. هنبدأ بقى ناخد الخلطة بتاعتنا وندخلها كده تحت الجلد، وناخد برضو جزء كده ونحطه من عند ما بين الأوراق كده، ما بين الورك والصدر. واحنا برضو بنحشيها نحاول نوزع كده الخلطة بتاعتنا بالتساوي، بحيث ما تكونش حتة ملانة قوي وحتة فاضية. وهنبدأ برضو نحشي من عند الرقبة. نبدأ بقى ناخد باقي الخلطة كده ونحطها في البطن، ونحاول ما تزوديش قوي علشان تستوي كويس، يعني تكون ايه طبقة بسيطة كده. خلاص كده الفرخة بتاعتنا اتحشت، ووزعنا الحشوة فيها كويس. نبدأ بقى ناخد الرقبة ونسد بيها البطنة كده، وبعدين هنبدأ نكتف الرجلين بتاعة الفرخة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقلب كمان الفرخة ونكتف الجناحات بتاعتها بالشكل ده. هنا بقى لو قابلتك اي جزء من دوت اتقطع معاكي مثلا في التنظيف او انت بتحشي، حله بسيط جدا، ابرة وحتة خيط، وهتبدأ
تقفليها بالخيط علشان بس ما تطلعش الخلطة منها وهي بتستوي. تبدأي تاخدي الإبرة والخيط كده وتبدأي تخيطيها عادي جدا، بس حاولي ما تشديش الفتلة قوي علشان ايه ما تشدش الجلد فيقوم يفرقع منك. سيبيه مهوي يا دوبك الجلد يضم على الجلد، ما تشديش ازيد من كده بالشكل ده. برضو كان فيه هنا جزء من الرقبة برضو مقطوع خيطته، وهنكتف برضو الجناحات زي ما قلنا والرجلين. كده الفرخة بتاعتنا بقت جاهزة على السوا. هناخدها بقى حلة نكون في حلة فيها مية كده، هنكون مولعين عليها من قبلها تغلي. مهم جدا ان احنا نسقط الفرخة فالمية تكون مغلية. هناخد الفرخة بتاعتنا بقى كده وننزل بيها في المية. لو مش هتقدري تتحكمي فيها بايدك، استعملي معالق او اي حاجة تمسكيها بيها يعني عشان المية ما تلسعكيش. هننزل بالفرخة بتاعتنا كده، لو في جزء مكشوف منها كده زي ما انتوا شايفين هنبدأ نزود مية. مهم برضو جدا ان المية تكون مغطية الفرخة بالكامل. هنسيب بقى نسيبها لحد ما تغلي. ولو ظهر معانا اي ريم كده، بس يعني في العادة مش هيظهر، لو حاجة بسيطة كده هنشيلها بس. هنبدأ ننزل عليها بقى بطماطمية صغيرة نكون عاملين فيها اكس كده عشان نساعدها ان هي ايه تستوي وتطلع العصارة بتاعتها مع الشوربة. والبصلة نفس الحكاية، هنعمل فيها برضو اكس كده بالسكينة، وبتاع سنة صغيرة من النعناع. هناخدهم بقى وننزل بيهم في الشوربة. هنا كده الشوربة بتاع المية بدأت تغلي معانا. هنضيف بقى المنكهات بتاعتنا. خلاص مادام بدأت تغلي بالكامل كده، في اخر حاجة هنضيفها الفلفل الاسود. لو مش عندك الفلفل الاسود صحيح ممكن تضيفي البودر عادي. اول ما تقلب معانا بقى من كل الجوانب بالشكل ده، هنغطي عليها ونوطي على اقل درجة حرارة. ويفضل تنقليها على اقل عين. وهنا كانت الكارثة. تعالى اقول لكم بقى على 5 اخطاء ما تعمليهمش لو وانت بتعملي فراخ محشية. اول حاجة وانت بتنضفي الفرخة نفسها، هتاخدي بالك لو الجلد لقيتيه بيتقطع معاكي بسهولة، هنا تعرفي ان الجلد بتاع الفرخة ضعيف جدا، يعني ما يستحملش حشوة كتير. تاني حاجة هتقللي كمية الحشوة اللي انت بتعمليها في العادي، يعني نص المقادير اللي احنا عاملينها النهاردة دي هتعملي نص المقادير بتاعتها، وهتحطي تقريبا تلت المقادير تحت الجلد، والباقي تحطيه في البطن. رابع حاجة، السوا في العادي المفروض ما بنفتحش على الفراخ قبل نص ساعة مثلا. يعني ما تفتحيش عليها كتير، ده يفضل علشان ما تفرقعش منك. فهتفتحي عليها بعد نص ساعة بالظبط، وتختبري الجناحات بتاعتها بشوكة او اي حاجة. لو لقيتيها استوت يبقى كده الفرخة بتاعتك استوت وجاهزة، هتطلعها فورا. يعني تالت نصيحة اللي هو ما تزوديش السوا عليها. رابع حاجة، وانت بتحشيها ما تزوديش الحشوة جنب الاوراق، يعني الجزء اللي ما بين الورك والصدر ما تزوديهوش، علشان الرز لما بيجي يستوي بيقوم راح مزود الفراغ اللي بين الورك والصدر فقامت مفرقعة معايا. بدليل ان هي الاجزاء اللي كانت مقطوعة اصلا
وانا خيطتها ما فرقعتش ولا جرالها اي حاجه. اخر حاجه بقى وانت بتسويها هتهدي النار عليها خالص وتنقليها على اصغر عين عندك. انا سبتها على العين الكبيره اللي عندي لان انا كنت محتاجه الميه تغلي معايا بسرعه، فسبتها على العين الكبيره وهديتها فدوت زود من سرعه السوا بتاعتها. فعلى ما فتحت عليها بعد نص ساعه كانت طلعت بالمنظر ده. وسبحان الله انا طول عمري اعمل الفراخ المحشيه كانت بتطلع مظبوطه، بس يعني المره دي بقى قلت اصور فطلعت بالمنظر ده. فانا قلت اقول لكم بقى ايه على الحاجات اللي ما تاخدوا بالكم منها وانتوا بتعملوا الفراخ علشان ما ايه, ما تطلعش معاكم المنظر ده. طبعا كلناها يعني وحمرتها وكانت لذيذه الحمد لله يعني. بس هي الفكره بس ايه في الكام حاجه اللي قلت لكم عليها دي، خدوا بالكم منها وانتوا بتعملوا الفراخ علشان ايه تطلع معاكم مظبوطه بقى وشكلها في الاخر يطلع كويس ويعني تبقى متقفله كده ومظبوطه. بس كده دول الخمس حاجات اللي المفروض تاخدي بالك منهم وانت بتعملي الفراخ. ومعلومه كده معروف ان الفراخ البلدي بتبقى الجلد بتاعها ضعيف عن الحمام، يعني انت لو بتعملي الحمام يستحمل معاكي سوا والجلد بتاعه يطلع كويس وما يفرقعش منك، مش زي الفراخ البلدي. ده كان شكلها في النهائي. طبعا اكلناها يعني الحمد لله وكانت لذيذة، بس هو الشكل يعني اللي مش طالع مناسب بس يعني. بس كده كده يكون فيديو النهاردة خلص. لو عندكم اي تعليق او استفسار اكتبولي في الكومنتات تحت. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. بحبكم.